الحياة قصة. كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص. علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص. ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها، هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي أنت بتحبها. ويلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة. صاحب قصتنا النهاردة شيخ محترم عنده 50 سنة. كان متعود يصحى كل يوم بدري، يقوم يصلي، وكان قدام بيته نخلة زرعها بإيده. كان متعود يرويها قبل شروق الشمس. في يوم رأى أمامه جماعة من الناس عليهم آثار الغم والحزن، وتجرأ أحدهم وقال: يا شيخنا، انجدنا، مراتي على فراش الموت وعايز بركاتك. أين هي؟ في القرية اللي جنبنا، هيا بنا. قالها الشيخ بشهامة وحرارة ومروءة. مشوا ساعتين وكل شوية يسأل هو فين المكان. دخلوا القرية عند منتصف النهار. استقبلتهم الكلاب بالنباح وأهلها بالترحيب. عندما دخل لقى سيدة في فراشها، بدأ يقرأ عليها قرآن، وبعد لحظات ارتعشت وتلفتت حولها وهمست: أين أنا؟ أين أنا؟ جاءوا ببعض من الماء، شربت، سألت عن الأكل، جابوا لها تاكل، سابت الفراش وقامت وصحتها كويسة. بدأ الناس يبوسوا ايد الشيخ ويتباركوا بيه: الشيخ المبروك، بركاتك يا شيخ، خليت الست تقوم من فراشها، ده جميل مش هننساه. قال وهو مذهول: انا ما عملتش حاجة، ده ربنا سبحانه وتعالى، بس لازم نقوم معاك بالواجب. واجب الضيافة عندنا 3 ايام. وكلنا استأذن الشيخ في الانصراف، يحلف صاحب الدار ألا يضع الضيف قبل 3 أيام، فهو من أنقذ حياة امرأته. بعد 3 أيام حضروا الهدايا وبعض الأموال والفطير والدجاج وحطوها في إيد الشيخ وخرجوا. أول ما خرجوا، أحد الأشخاص أتى مسرعا: عمي في مقام أبويا على فراش الموت، لابد أن تأتي معي لرؤيته، لن يستغرق الأمر وقت طويل، ها هنا مسيرة دقايق. مشى معاه لمدة ساعة. أول ما دخل نفس الحكاية، لقى المريض على فراش الموت، اقترب منه، قرأ قرآن، نهض، شرب، أكل الطعام. مدة الضيافة 3 أيام. في أثناء ال3 أيام شاف في القرية طفل كسيح. أول ما لمسه طلع يجري. الناس ضجت: بركاتك يا شيخ، بركاتك يا شيخ، إيه الكرامات دي؟ وأقسم الجميع على إن واجب الضيافة مش أقل من 3 أيام. وأحضروا الهدايا وأعطوه الأموال. قال لهم: انتم من جعلتموني اصنع المعجزات، ايمانكم هو اللي عمل كده. المهم ركب الشيخ وركب 7 انفار معاه عشان يوصلوه. في اثناء السير كان كل واحد ينسحب لغايه ما وصل الشيخ للقريه بتاعته، ويبص وراه ما لقاش حد فيهم، ولا اهله طالعين يرحبوا بيه ويستقبلوه. التفت خلفه ليشكرهم، لم يجد ولا واحد فيهم. اندهش. اهله طلعوا يسلموا عليه ويقولوا له: الحمد لله ان انت رجعت بالسلامه، مش مهم الاموال، المهم نفديك بارواحنا. اي مال؟ قالوا له: المال اللي احنا دفعناه للعصابه. قال لهم: اي عصابه؟ قالوا له: الخطفتة. وقالوا ان تقلك يساوي ذهب. قال لهم: ايه، 500,000 جنيه؟ هو انا كنت مخطوف اصلا؟ قالوا له: اه، بعد 3 ايام من اختفائك جت عصابه وقالت لنا ان انت وانت بتروي النخله جت عصابه وخطفتك، وان انت هتخسر حياتك لو ما دفعناش المبلغ ده. فتأمل الكي في هذا الكلام وتذكر ما حدث معه، وقال المخاطب نفسه: هؤلاء الموتى والمرضى والعجزة الذين هبوا ناهضون من بركتي، يا لها من براعة. فعلا عرفوا يضحكوا علينا ازاي. جعلوني اصنع معجزات، ولكنها معجزات كلفتني كتير قوي.